السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة من بلد تانية خالص. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى كبسة بالفراخ مع سلطة الدقوس بطريقة سهلة، وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة منكم. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. جبت كده أول حاجة حلة وحطيت فيها حوالي معلقتين من الزبدة، وعليهم معلقتين او 3 من الزيت، وهسيبهم لحد ما يسخنوا كويس. بعد كده معايا بصلاية متوسطة مبشورة، نزلتها كده وهبدأ اللي انا اشوح فيها، مش احمرها ولا حاجة، بسيبها بس كده تقليبتين. وبعد كده بنزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم او حوالي 3 فصوص من الثوم كبار. هقلبهم مع بعض بقى كده واسيبهم لحد الريحة بتاعتهم ما تطلع معايا وتفحفح كده، ريحة الثوم بقى مع البصل. اول ما تظهر معايا كده هبدأ انزل بالتوابل بتاعتي. هحط كده عودين من القرفة الخشب، وهحط عليهم حوالي 5 فصوص حبهان، وكام ورقة كده من ورق اللورة، ومعايا 2 من نجمة اليانسون تدي طعم حلو جدا، وكمان حوالي 5 فصوص من القرنفل. دي التوابل الجافة بتاعتنا او الحصى. تمام، هقلبهم بقى مع البصل كده والثوم. وبعد كده هنبدأ ننزل بالتوابل التانية. معايا معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكمون الناعم، معلقة كبيرة من بهارات الكبسة بتيجي جاهزة كده من عند العطار، ولو عندك لومي حطي 2 معاهم، بس ما كانش متوفر عندي وبصراحة بعت اللي انا اجيب ما لقيتش، فمش مشكلة خالص. فحطينا كده التوابل الناعمة والتوابل اللي هي السليمة. تمام، بعد كده ما تشوحوا مع بعض وريحة التوابل طلعت مع البصل كده، بدأت اللي انا انزل بقطع الفراخ. ممكن تعمليها بفرخة كاملة، وممكن تعمليها بوراك، وممكن تعمليها بدبابيس، فالمتوفر عندك هتعملي بيه. انا كان عندي كده وراك فراخ، بس الوراك بتاعتي كبيرة فقسمتها على 2. تمام، وطبعا هتعملي الكمية اللي انت عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك. حطيتها كده عشان تاخد صدمة وتاخد تشويحة مع الخلطة اللي احنا عاملينها الحلوة دي والتوابل. تمام، حطيتها بعد ما اخدت لون حلو كده معانا، بدأت اللي انا اقلبها على الجنب التاني وبوسع لنفسي، واحط بقية الفراخ لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها، وكلها تتشوح معايا وتاخد صدمة. من وقت للتاني بديها تقليبة كده. عايزة اقول لكم ان الريحة طالعة في منتهى الجميل. بعد كده معايا طماطمايه مبشورة، هبدأ بقى اللي انا انزلها كده، واحط عليها كمان معلقة كبيرة من الصلصة، هتديها لون حلو جدا وطعم كمان الصلصة والطماطم. هنزل كله، ومعايا كمان قرنين شطة حاميين، شقهم بس شق بسيط كده من النص علشان يطلعوا الحمو بتاعهم. عايزة تستغني عنهم مفيش مشكلة. اديتهم بقى تقليبة كده مع بعض، وبعد كده هبدأ اللي انا انزل عليهم بالمية السخنة. طبعا مجهزة مية سخنة، دول حوالي 1.5 لتر من المية. حطيتهم كده كلهم، وهديهم بقى تقليبة، وهغطي عليهم واسيبهم لحد ما يستووا سوا كامل. بس طبعا احنا ما كناش حطينا الملح، فالملح هحطه واظبط الملح بتاعي كويس. هقلبهم بقى مع بعض كويس، وبعدين هغطي عليهم زي ما قلنا، واسيبهم يستووا سوا كامل. على ما يستووا بقى الفراخ بتاعتنا تستوي سوا كامل، تعالوا نعمل مع بعض سلطة الدقوس. سهلة جدا وان شاء الله تعجبكم. معايا حوالي 4 أو 5 حبات من الطماطم مقطعاهم بالشكل ده، ومعايا معلقة صغيرة من الثوم المفروم او حوالي 3 فصوص او 4، ومعايا شطة حامية وشطة باردة حمرا وخضرة، ومعايا 3 ليمونات كاملين، ومعايا كزبرة خضرة واخدة الورق بتاعها كده، ومعلقة كبيرة من الصلصة. الصلصة دي هتديها لون حلو جدا. هبدأ انزل كده بالثوم المفروم، وبعدين هنزل بالخضار بتاعي كله في الكبة. يبقى قلنا طماطم، فلفل حامي وفلفل بارد،
وليمون وكزبرة خضراء وتوم. نزلت كده بكل الخضار بتاعي ومتقطعين بقى عشوائي لانهم هما يتفرموا دلوقتي. هعصر بقى ال3 ليمونات كلهم، بتدي بقى مزازة كده وطعم حلو قوي. عايزاكم بقى لو لسه ما عملتوش اللايك اعملوا اللايك يلا، عشان اللايك بتاعكم بيساعدني جدا. بنزل كده كل اللي في الليمونة. بعد ما عصرتهم هبدأ انزل بقى بمعلقة الصلصة، هتزود اللون معانا كده وتبقى حلوة. وبعد كده هشغل الكبة بقى وافرمهم مع بعض كويس جدا. بس قبل ما افرمهم محطناش التوابل، هنحط ايه؟ معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، ومعلقة صغيرة من الكمون. توابل سهلة جدا. واحط كمان معلقتين كبار من الخل. هنبدأ بقى نشغل عليهم، هخلطهم بقى مع بعض كويس جدا. بس هي دي سلطة الدقوس بتاعتنا، ما بتاخدش وقت خالص. شايفين بقى القوام بتاعها؟ انا حطيتها في بولة كده علشان اوريها لكم. شايفين ما شاء الله، تحفة 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 وطعمها حكاية. تعالوا بقى نجيب بولتين كده ونفضي فيها السلطة بتاعتنا. يلا بسم الله. عملت لي كمية حلوة جدا. يبقى احنا كده عملنا الدقوس وخلصنا منه ويبقى جاهز معانا. في الوقت ده كانت الفراخ بتاعتي استوت وبقت زي الفل. جبت بقى صينية هدخلها الفرن. هبدأ اللي انا اطلع فيها الفراخ. شايفين بقى لون الشوربة حلو ازاي؟ لونها حلو جدا وريحتها طالعة في منتهى الجمال. اطلع بقى القطع بتاعتي كلها. بعد ما طلعتها شايفين بقى على الوش كده في دسامة كده ودهون، فانا هاخد منها حوالي مغرفة كده او مغرفتين واحطهم على وش الفراخ. بدل ما ادهن الفراخ بتاعتي باي مادة دهنية تانية، لا انا هستغل الدهون اللي هي في الشوربة دي واخدها واحطها عليها، وفي نفس الوقت هتخليلي الفراخ من تحت بقى طرية كده، مش هتنشف مني وتبقى حلوة. تمام. ادخلها بقى تحت الشواية علشان تاخد لون حلو. بعد كده معايا نص كيلو من الرز البسمتي، نقعته ربع ساعة بس مش اكتر، وبعد كده غسلته كويس وصفيته وحطيته على الشوربة بتاعتي بالتوابل بكل حاجة، ما شلتش منها اي حاجة. وزي ما احنا عارفين كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الشوربة. تمام. قلبتهم بقى مع بعض كويس، وبعد كده هغطي عليها واسيبها لحد ما تغلي وتتشرب. هديها تقليبة كده زي ما انتوا شايفين قربت تتشرب خالص. هسيبه بقى يتشرب خالص كده، وبعد كده هوطي النار نار هادية لحد ما يستوي. هيستوي في خلال ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. وما تقلبوهوش كتير علشان ما يتكسرش منك، وما تيجي تقلبيه قلبيه بحاجة ناعمة او بشوكة. تمام. هديله تقليبة كده واشوفه، وزي ما انتوا شايفين الرز بتاعنا مفلفل وبيلمع ما شاء الله حلو جدا. يلا بينا بقى نقدم الوصفة بتاعتنا النهاردة. كان الرز بقى كده استوى، شايفين لونه حلو جدا ومفلفل وما اتكسرش ولا اي حاجة، الحباية زي ما هي. جبت بقى الطبق كده اللي هقدم فيه، وبدأت اللي انا احط عليه الرز الاول. طبعا بقى التوابل لما تقابلك كده تقدري اللي انت تشيليها عشان ما تضايقش حد. بعد ما حطيت الرز، دول قرنين الفلفل اللي احنا كنا حاطينهم حطيناهم بقى كده، بيبقى طعمهم برضو حلو جدا. والفراخ خدت لون حلو جدا تحت الشواية زي ما قلنا. ما حطيناش اي مادة دهنية تانية، احنا خدنا الدهون اللي كانت على الشوربة منها، هتخلي الفراخ بتاعتي طرية وجوسي كده وحلوة، وكمان هتديها لون حلو، يبقى كله منه فيه يعني. هبدأ بقى اللي انا اوزعها على الرز كده وارصها كويس. تمام. احنا كده قدمنا الكبسة بتاعتنا، عملنا الكبسة بطريقة سهلة جدا، وعملنا معاها سلطة الدقوس. كبسة يبقى دقوس.
عايزاكم بقى تجربوا الوصفة الحلوة دي النهاردة، هتعجبكم جدا. من الوصفات السهلة وكله في حلة واحدة، مش هتعملي كذا حلة ولا حاجة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شكلها يفتح النفس بصراحة. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة منكم.